أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التحذير من شرب الخمر والمخدرات والوشم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا شكل له ولا صورة له ولا أعضاء له ولا حوالي له ولا جهة له ولا مكان له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وسفيه وحبيبه صلى الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها قرباتنا، وسلم عليه وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين سلاما كثيرا. وبعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وأذكركم بقوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن هاشم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. رواه دار القطني. اعلموا أيها الأحبة إن من أراد السلامة وإلى الدرجات العليا في الآخرة فعليه بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله سبيل الفلاح والسعادة. والكيس من دان نفسه وألزمها التقوى، لا سيما في هذا الزمن الذي نعيش فيه، حيث فشت المنكرات أو المنكرات وزادت في الناس سيئات وأضل الشيطان كثيرا من عباد الله فصرفهم عن طريق التقوى، فمنهم من وصل إلى حد الكفر والعياذ بالله تعالى، ومنهم من وصل إلى حد اقتراف الكبائر والموبقات وغفل عن ذكر الموت والآخرة، فتراه يتخبط في المعاصي والآثم فلا يتعظ بالأموات الذين سبقوه ولا يزجره الشيب أو السيب الذي نزل برأسه. فإلى متى الغفلة وإلى متى التمادي فيما حرم الله؟ فطوبى لمن اغتنم أنفاسه بما يكون له فقرا في أخرى وأرضى خالقه كما أن يلقاه. أيها الأحبة، إننا نذكركم استعدادا للآخرة، فإن الدنيا إلى زوال والآخرة دار القرار. ونحثكم على تقوى الله حثا بالغا، وتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فلا يكون الأرض من المتقين ما دام يترك شيئا مما افترضه الله عليه. لا يكون العبد من المتقين ما دام يترك شيئا مما حرم الله عليه. وما أكثر الناس الذين ابتعدوا عن التقوى اليوم وراه ينقسمون فيا للمحرمات. ولم أردنا أن نستعرض على كثير من الناس اليوم وما يتعاطونه من الحرام لضاق بنا المقام، لكنني حاولت في خطبتي هذه أن أنبه وأحذر من ثلاثة أمور تفشت في المجتمع والعياذ بالله تعالى، وهي شرب الخمر والتعاطي المخدرات والوشم وكل هذه المعاصي التي نهى الله عنها وحذر رسوله صلى الله عليه وسلم منها. وغني عن البينات ما للخمر من أضرار
الشكل الصحي والاجتماعي، فهي مع التأثير على العقل تسبب أضرارا أخرى كثيرة والعياذ بالله. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تجرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه. وكم من الناس اقتتلوا وسفك بعضهم دماء بعض بسبب السكر الشديد، وكم من الناس خسروا ثرواتهم وجنى أعمالهم في القمار والمراهنات وهم تحت تأثير الخمر، وكم من الناس تغتبطوا أقرب الناس إليهم وهم تحت ولاءة تأثير الخمر. يقول المؤسس أن كثيرا من الشبان يظنون أن تناول الخمر سمة من سمات التقدم في حين أن اللجوء إلى المشروبات الكحولية فضلا عن ضرره الأموي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي هو سمة خفاف النفوس والعياذ بالله تعالى. وترى من الناس ما يذهب أبعد من ذلك كما تعديه الخمر يضيف إلى ذلك خصلة أخرى من خصال الشر وقبيحة أخرى من القبائح التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراه يجمع مع شرب الخمر تعاطي المخدرات، ولا يخفى ما تؤدي إليه المخدرات من الضعف والمرض والعجز ما يلحق صاحبها من الإثم. ولهؤلاء نقول قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وروي الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر وعاسرها ومغتسلها وبائعها ومبتاعها وشاربها وأكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستوقيها. وروي أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسجد ومفتر وما يحدث في الجسم والعين أثرا ضارا. وفي الحديث دليل على تحريم تعاطي المخدرات مثل الحشيشة، بل إن كل ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك فحرام أن يتعاطوا، كما دل على ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.